عشان تعمل أي حاجة في الدنيا بطريقة صحيحة لازم تكون بالتدريج، على سبيل المثال عشان تدرس فيزياء في تالتة ثانوي بتفضل تدرس فيزياء بشكل مبسط في كل المراحل التعليمية اللي قبل كده عشان مخك يكون مستعد لاستقبال وفهم المعلومات المعقدة في المرحلة الثانوية. طيب افترضنا انك درست منهج فيزياء تالتة ثانوي وانت لسه في أولى إعدادي، منطقيا مش هتفهم شيء وهتكره الفيزياء لأنه منهج محطوط على أساس انك دارس كل الأساسيات اللي في المراحل اللي قبل كده اللي تأهلك انك تفهم المنهج المعقد ده اللي هو في الاساس مش معقد للناس اللي درست كويس واستعدت للمرحله دي نفس الفكره مع اللغات. انت لازم تحترم مستواك الحالي. لو انت لسه في المستوى الاول فانت لازم تبدا من النقطه الاولى لحد النقطه الاخيره بالترتيب. ما ينفعش تكون في المستوى الاول وتروح تذاكر قواعد المستوى الرابع، ما ينفعش تكون في المستوى الاول وتحفظ كلمات وتتعلم كلمات تناسب المستوى الثالث، ما ينفعش تكون لسه في المستوى الاول وتسمع فيديوهات او تسمع صوتيات تناسب المستوى الثاني. احترم مستواك في اللغه، احترم قدراتك المنطقيه اللي ربنا اداها لك، احترم العلم اللي انت بتتعلمه، اتبع الخطط اللي وضعها اهل العلم نفسه. لذلك في خلال 4 فيديوهات باذن الله هنتكلم عن المهارات اللي وضعتها منظمه CERL، ودي منظمه اوروبيه هي اللي مسؤوله عن وضع القواعد والمهارات لكل لغات الاتحاد الاوروبي اللي لازم تمتلكها علشان تقول انا املك او انا وصلت للمستوى الفلاني، وبرضه على اساسها بيتم وضع الامتحانات. لذلك في خلال ال4 فيديوهات بإذن الله هنتكلم عن المهارات والقواعد اللي لازم تمتلكها عشان تقول أنا وصلت للمستوى الأول واللي هو بالفرنسي A1. هنتكلم عن 4 نقاط: الأزمنة، القواعد، الكلمات، التواصل. وهنبدأ بالأزمنة. لازم نعرف زمن المضارع. ازاي نعرف نصرف الفعل في زمن المضارع؟ طبعا ده شيء سهل وبسيط ولكن مش هنشرح اي شيء دلوقتي. لازم نعرف اسلوب الامر في اللغه الفرنسيه واللي هو برضه اسلوب نصيحه او اسلوب النهي انك تنهي حد انه يفعل شيئا ما. بعد كده زمن الماضي المركب، ولكن لازم نفهم شيء بسيط. الماضي المركب طويل حبه وهام جدا في اللغه الفرنسيه، فوانت بتذاكر المستوى الاول هتعرف البدايات فقط عن زمن الماضي المركب والباقي هتعرفه في المستوى الثاني باذن الله. وبرضه لازم نعرف نستخدم المستقبل البسيط وبرضه المستقبل القريب. وكمان عندنا التصريف الثالث للفعل في الماضي، وبرضه لازم نكون عارفين الماضي الحديث، وده سهل وبسيط جدا اللي هو على سبيل المثال واحد يقول لك ما تشرب فانت تقول له ما انا لسه شارب، وبكده نكون خلصنا كل المطلوب معرفته علشان توصل للمستوى الاول في الازمنه. فلو في اي سؤال او في نقطه مش واضحه طبعا انا بتاسف في البدايه، ولكن ممكن اي حد يستفسر في التعليقات وان شاء الله نوضحها. وباذن الله ال3 فيديوهات الجايين هيتكلموا على ال3 نقط المتبقيين. والى اللقاء في حفظ الله.